بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اهلا اهلا يا حيلته اهلا. مبدئيا كده ألف ألف مليون مبروك للنادي الأهلي الصعود لنهائي كأس السوبر بعد الفوز الصعب جدا على سيراميكا كليوباترا 2-1. مباراة كانت قوية جدا من الأهلي ومن سيراميكا، فريق قوي جدا بصراحة. علي ماهر عامل فرقة كويسة جدا، في تجانس، في جماعية في الأداء، وفي ندية دايما في المباريات. فريق سيراميكا فريق ممتاز، يستحق بصراحة يكون على قمة جدول الدوري. المباراة النهاردة كانت صعبة جدا، كان فيها أخطاء تحكيمية، ما اقدرش أقول لك إن ما كانش فيها للأهلي وعلى الأهلي. يعني كان فيها أخطاء لصالح الأهلي، فيها أخطاء ضد الأهلي في المباراة. سيراميكا برضو كان ليه أخطاء في المباراة بصراحة، يعني الأداء التحكيمي عليه علامات استفهام كتير، سواء لينا أو علينا، عشان نبقى حقانيين. تمام. لو جيت بصيت بقى للمباراة، أهم حاجة الفوز، إن أنت فزت وصعدت للمباراة النهائية. النهاردة نجم المباراة، يعني النهاردة نجم المباراة الأول والأخير هو جمهور النادي الأهلي العظيم. بصراحة رجالة بيشجعوا من أول دقيقة لآخر دقيقة. هو ده الجمهور بتاع النادي الأهلي اللي دايما بتلاقيه في الأوقات الصعبة مع الفريق، واقف في ظهر الفرقة، اللي بصراحة يستحق مجهود اكتر من كده من اللعيبه. النهارده لعبوا مباراه كويسه، ما اقدرش يعني اقول لك ان هو ما لعبوش، لا لعبوا مباراه كويسه جدا واداء عظيم جدا النهارده، افضل من اللي فات. واحنا قلنا ان في تحسن في الاداء برغم ان النتائج اخر ماتشين كانت تعادل، نتائج سيئه جدا بالنسبه للاهلي، التعادل بالنسبه للاهلي خساره، لكن في تحسن كبير في الاداء وده ملحوظ. وبدا يعني الكيرف بتاع النادي الاهلي بدا يطلع. وهنقيم النهارده لاعبي النادي الاهلي برضه، هنشوف ياخدوا كام، وهنستنى النهارده برضه هنشوف الواد ممدوح والبليله هيعملوا ايه مع بعض. يعني البليله بتاعت ممدوح هتعمل ايه مع ممدوح، هنشوف الماتش النهارده ونشوف هيعملوا ايه مع بعض. تمام. اهو لسه شوت لسه شوت لسه شوت اهو داخلين الماتش. احنا كلنا فرحنا، امال الجون جه في مين؟ طيب، تقييم اللاعبين النهارده، الشناوي ياخد 6 بيطلع غلط، يعني كذا مرة وفي كذا كورة طلع غلط، حتى في الهدف اللي جابوه هو طلع غلط أساسا. فادي اول حاجه، يعني فياخد 6 الشناوي. وبرضو الهدف ده مشترك بين خط النص وقلبين الدفاع، في فجوه كده حصلت فاتعمل منها المرتده ديت وايه، واتلعبت ثرو وجت جون. طيب ياسر ابراهيم ياخد 6.5، اداء يعني برضو ضعيف. ياسين مرعي 6.5، اداء ضعيف برضو. كوكا 6، مش عارف انا كوكا يعني، ما علينا ما علينا يعني، بس عشان ما نتكلمش كتير. 6 كوكا. تمام. ديانج ياخد 7.5، في تحسن ملحوظ في اداء ديانج، بدأ يلعب كورة مع الناس. مروان عطية 7.5، كويس برضه ممتاز. زيزو نجم المباراة النهاردة هو وتريزيجيه وبن شرقي. يعني زيزو النهاردة عمل كل حاجة في الكورة، عمل اسيستات، بصراحة مباراة عالية جدا لزيزو، ياخد 8.5. تريزيجيه ياخد 8، اداء برضو كويس جدا وممتاز. بن شرقي ياخد 8. جراديشار 7. بن شرقي احنا قلنا 8 عشان عامل اسيست برضو ولعب مباراة كويسة جدا. تمام. بن شرقي ياخد 8. اداء كويس جدا وعامل اسيست النهارده، واداء يعني في تحسن. بن شرقي. جراديشار ياخد 7. برضو احنا لسه بنتكلم وهنتكلم برضو ان الاهلي محتاج راس حربة. هما بيخلصوا في ابراهيم ديابيتيه، واحتمال برضو يجي معاه اسد لسام الحملاوي، فيبقى 4 راس حربة، فده كويس جدا. تمام. عندك طاهر ياخد 6. مش عارف انا، هو مش عارف احنا مثلا ظالمينه عشان بيلعب راس حربة مثلا، ولا احنا في ايه، ولا ظالمين نفسنا، ولا في حاجة غلط يعني، هو مش عارف، ما علينا. طاهر 6. عبد القادر 6.5، يعني اداء برضو ضعيف من عبد القادر. بن رمضان 6، اداء ضعيف من بن رمضان، مش عارف في ايه برضو، مستواه في النازل. بيكهام 6.5، يعني اداء متوسط منه. اتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباراة النهائية، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعى القطر، اوعى القطر يا عم الحاج.